السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا وموفرة وإمكانياتها بسيطة. هنعمل مع بعض الكفتة البانيه. أنا بسميها طول عمري من زمن الزمن كفتة بانيه، والمسمى الجديد بتاعها البفتيك الكداب. ايا كان المسمى، اوعدكم ان انتوا هتعملوا حاجة في منتهى الطعامة والجمال، وحاجة مشرفة في نفس الوقت امكانياتها بسيطة وموفرة جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو. اللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايكات وكومنتات بقى من الحلوة بتاعتكم. نسمي الله. انا معايا تلت لحمة مفرومة، تلت كيلو لحمة مفرومة، فرماهم ناعم جدا، فرمتين تلاتة زي ما انتوا شايفين. تلت يعني الكيلو مقسماها على 3 اكياس. ودي بصلاية متوسطة، حطاها في مصفى وهصفيها من ميتها كويس جدا. والمية البصل هنزل عليها بمعلقة برغل واحدة بس. هنزل بالبصل اللي انا صفيته من المية بتاعته على اللحمة المفرومة بتاعتنا، والبرغل سبته 10 دقايق وصفيته برضو من مية البصل، وهنزل بيه برضو على اللحمة المفرومة والبصل بتاعنا ونبهر ملح. ودي بهارات كفتة، فلفل اسود وتوم بودر، سنة صغيرة جدا، واعجن كويس جدا لحد ما اللحمة المفرومة تتسمغ معانا. وبعد كده اشكلها تشكيل عشوائي غير منتظم، يعني مش شكل معين، بطريقة رفيعة كده تبقى عاملة زي البفتيك او البانيه اللي هو الفراخ البانيه. خلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده ورصصها في صينية. ما شاء الله التلت ده عمل معانا 12 قطعة من الكفتة البانيه. حطهم في الفريزر عشان يتماسك كويس قوي واقدر اتحكم فيه، عشان لما احطه فيه البيض والبقسماط ان شاء الله مع بعض. نحطه في الفريزر مع بعض ونجهز الكفر بتاعنا. ده شوية دقيق، في ناس بتستكفى بكفر اللي هو الدقيق وشوية مية بالبهارات بس انا جربت، وفي ناس بتستكفي برضو ببيض وشوية لبن. انا حطيت الاتنين مع بعض، الدقيق والبيض مع بعض مع شوية ملح وفلفل اسود، وقلبت لغاية اما القوام بتاعه يعني اخف شوية من الطحينة، اخف سيكة. وده البقسماط بتاعنا، احط عليه بهارات كفتة واقلبه وخلاص كده. كده الكفر الخارجي بتاعنا جاهز، سواء السايل او الجاف. كده الكفتة بتاعتنا، الكفتة البانيه بعد ما طلعت من الفريزر بسم الله ما شاء الله متماسكة. بصوا كده اقدر اتحكم فيها ما تفكش معايا. بسم الله ما شاء الله 12 قطعة كفتة بانيه. هنزل بيه بقى على كفر الدقيق، على البيض بالملح بالفلفل الاسود ببهارات الكفتة، وانزل بيها على الكفر البقسماط، وفي زيت غزير، وانزل بالبفتيك بتاعنا او الكفتة البانيه بتاعتنا التحفة دي لحد ما لونه يبقى ذهبي زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله متماسك ومقرمش والريحة تجنن، والله اكبر. يعني موفرة وعملت كمية حلوة، كفت وفاضت كمان. صلوا على النبي. يا رب تكون الكفتة البانيه عجبتكم او البفتيك الكداب عجبكم، وطريقة تكون سهلة. والسلام عليكم.